نحن في مهرجان النخلة اليوم في منطقة معفن. والنخلة الحقيقة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في 20 مرة في 19 سورة. والنخلة ولد تحتها أحد الأنبياء سيدنا عيسى عليه السلام. والنخلة الحقيقة كانت لها مكانة عند الآباء وعند الأجداد. النخلة استفادوا بحطبها وبليفها وبأليافها، سقوا منها وأطعموا حيواناتهم وأكلوا منها. الحقيقة النخلة كانت هي الرفيق للآباء والأجداد، واصبحت الحقيقة اليوم النخلة مهملة كما نرى. فعلينا الحقيقة أن نعتني بشجرة النخيل، هذه النخلة التي ذكرها الله في القرآن الكريم وتحتها نبي من الأنبياء. أيضا ثمار النخيل له فوائد عظيمة، فهو المسهل للهضم. وسيدنا النبي قال: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. وفق الله جميعا في الخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا في البداية كل عام وأنتم بخير. نحن اليوم في منطقة معفن نتشرف بافتتاح معرض النخلة، واللي كل الأشياء هذه من النخلة زي السعف زي التمور زي الليف. طبعا لما ندخل داخل المعرض في المقتنيات الصناعية، في المشاركة من الجمعيات، في معرض التمور، في فقرات أغاني. طبعا الاحتفال اليوم إن شاء الله يكون احتفال عظيم ويعجب الجميع إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله ديما أيامنا أفراح وديما أيامنا سعادة، ورب بين الجميع ويحفظ ليبيا من كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. صبري محمد أحمد بن علي، رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض الصناعة التقليدية والتمور ببلدية طراغن المقام في منطقة معفن. يهدف هذا المعرض إلى الاهتمام بالصناعة التقليدية التي تعتبر من ركائزها النخلة لإقامة هذه البرامج. ونحن الآن داخل البلدية مساهمة الجمعيات التي لها دور في إنشاء هذا البرنامج. نأمل إن شاء الله ربي يوفقنا في الاهتمام بهذه الحرفة داخل بلدية طراغن، والله ولي التوفيق. السلام عليكم. النخلة أمنا، النخلة أمنا.